ما تحلاش السهرة الرمضانية بلا ما تكون حاجة معسلة وحلوة ناكلوها في السهرة مور التراويح. إبا اليوم جبت لكم زلابية المخارق اللي تكون بزاف بنينة، وهذا هو وقتها يعني اللي حبت يعني تاكلها. نقول لك جربيها بزاف بنينة وقولي لي في لي كومونتير رايك. تاني ما تنساوش تجامو ابوني في وصفة ديزات باسكو الوصفات اللي راح يكونوا ان شاء الله يكونوا بزاف هايلين. نقولوا بسم الله. للعجينه نسحق هنايا زوج كيسان تاع سميد يكون رطب. انا استعملت كاس يعني هذا تاع وليد. نتوما تقدروا تستعملوا اي مقدار ولا معيار اللي راكم حابين تستعملوه. والسميد اللي استعملته هو ماما هذاك الاورانج. فان هذه هي لا سمول فين بلوتو. ومن بعد يعني في الكاس الاخير الثالث ديروا النصف تاعو رطب والنص اللي بقى متوسط. يعني اونتو كامل عندكم زوج كيسان ونص رطب ونص كاس يكون متوسط. هذه هي نرميه مع خوه. ولازم السميد تاعكم يكون مغربل سورتو هذاك رقيق. اذا خفتوا يعني يكون مسوس ولا دو بريفيرونس تغربلوه باش تتاكدوا بلي ما كاين حتى شوائب فيه. نصف كاس تاع الزيت. استعملوا يعني نفس المقدار اللي عيرتوا به كيلتوا به السميد تكملوا تكيلوا به تاني الزيت. مغرف تكون يعني صغيره معمره تاع عطر واللون ونكهه ال البنان. هذه الشيء الضروري. وعندي تاني هنايا رشه تاع الملح. نخلطهم في الاول هاد المكونات كامل مع بعضهم هكذا بهذه الطريقه. وملعقه كبيره تاع خميره الخبز اللي ضروريه وبالك تنساوها. انا في هذه المرحله كنت نسيتها ومن بعد ضفتها كي درت الماء تاعنا بيان سور لازم يكون دافي. المقادير هنايا ديروا كاس ماء دافي سما زوج كيسان ونص تاع سميد يكون رطب، نص كاس تاع سميد يكون متوسط، نص كاس زيت، عطر واللون تاع البنان، مغرف كبيره تاع خميره الخبز وكاس معمر يعني نفس الكاس تاع الماء يكون دافي. يعني المقادير مضبوطه في هذه الوصفه تاع الزلابيه كما راكم تشوفوا. نحركهم هكا بلا عجين بلا والو مجرد بيدي برك نطم العجينه تاعي كامل ونعاود نغطيها بكيس بلاستيكي من الفوق ونزيد نغطيها بطرشونه تكون هكذا شويه دافيه. نحطو قدام شوفاج ولا شوديه ولا اي بلاصه تكون شويه دافيه مده ساعه ونصف. هنا بعد ما خمرت العجينه تاع الزلابيه عجنتها شويه هكا غير بيدي باش زعما نليسيها نرجعها يعني لا تيكستور تاعها ولا الملمس تاعها بلوتو يعني نقدر نتحكم فيه. ونقطعها هكذا اللي دوائر صغيره كويرات صغيره باش نقدر يعني ندير لهم الشكل تاع زلابيه المخانق. هذه هي فوالا. هنا يعني ادوا نتوما الحجم اللي راكم حابينه بلا ما توزنوا بلا والو. يعني لازم تكون عينكم ميزانكم. المهم الحبه انا هنا في الاول درتها شويه كبيره. المهم نتوما يعني شوفوا الشكل راهو قدامكم بعينيكم. دو بريفيرونس في الاول ما تخدموش هكا في لي بلون دو طرافاي باسكو رايح يعييكم. لو فات اللي ترفدوا الحبه رايحه يتخسر يعني الحجم تاعها كامل. مي نتوما تقدروا يعني ديروا كيما انا درت في كوبات. شكلتها وثقبتها وحطيتها مباشرة في الزيت يعني تبعوا معايا حتشوفوا. هنا كنت نسيي نديرها شكل دوائر تاع الزلابية هذه يعني الشكل المعروفة به. وحطيتها مباشرة فوق داخل الزيت. هذه هي. وهنا جيت نوري لكم يعني ابي بخي باش تفهموني. شوفوا حطيتها فوق الكوبات وشكلتها شويه صغيره. لازم تكون الحجم تاعها متوسط يعني ما صغيره بزاف ما كبيره بزاف. حجمها متوسط. ويعني هكا باليد تاع المغرف ولا اي حاجه تكون عندكم في الكوزينه تقدروا يعني تثقبوا بها. وما يمكن تجوا تقلوها الثاني لازم داخل الزيت دو بريفيرونس يعني ديروها مباشره يعني تزيدوا تثقبوها اون اوتر فوا. هذه هي. انا هنا بعد ما تحمروا لي على الجهتين هما يدوا لا كولور شويه فونسي دونك هذا هي اللون تاعهم. حطوهم مباشره وهما سخونين فوق العسيله هكا باش يعني يتشربوا لي مليح. نخليهم يعني اشاك فوا نقلبهم هكا كي نصيبهم بلي كامل داو لي هذيك العسيله. صيبون نقدمهم بهذه الطريقه. هذه هي الزلابيه تاعي تاع نهار اليوم.